حدا ركع على العلم منكم؟ أنا. ليه؟ الركوع أمام العلم اللبناني عقوبة يواجهها بعض أطفال اللاجئين السوريين لتضاف إلى قائمة معاناتهم. ممارسات مؤسفة خلف جدران إحدى المدارس بدلا من تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان، حيث تلقت محطة LBC اللبنانية صورا تظهر أطفالا راكعين أمام العلم اللبناني كعقوبة لهم، فيما يمارس الناظر الضرب بحق هؤلاء الأطفال وهم من اللاجئين السوريين والعراقيين. تحرت المحطة عن صحة الواقعة لتجد تطابقا بين الصور التي وصلتهم وبيئة مدرسة الشياح الثانية الرسمية المختلطة بحسب لافتتها. لكن عدسة المحطة لم تكتفي بهذا القدر، بل بقيت تراقب باحة المدرسة إلى أن التقطت صورا لناظر المدرسة وبدأت عندها مشاهد الضرب والإذلال تتضح. أنا ما فيني أحكي ولا إذن مديرة. مديرة المدرسة وبحسب التقرير الذي بثته المحطة استخفت بضرب الطلاب، فيما أنكر الناظر أي محاولة لإذلالهم، إلا أن الصور تتكلم وحدها ورواية الضحية تبقى أكثر مصداقية. هبة رسول، العربية.